عشان يحصل حمل لازم تروح المشرحة. البنطلون بتاعها اتبهدل دم. طب اتصرفت ازاي؟ عملت ايه؟ تابعي الفيديو عشان تعرفي القصة كلها. ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة، كمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد فيديوهاتي. لو عجبك الفيديو تشجعيني بلايك. ويلا بعد 5 شهور بالظبط من الجواز ابتدى كل اللي حواليها يسألوها مفيش حاجة جاية في السكة؟ هو انتي مش حامل؟ من اهل جوزها طبعا. ابتدت حماتها تزن عليها وتقول لها تعالي اوديكي للدكتور او تعالي اوديكي المستشفى، وهي بقى تقول لها انا بقالي 5 شهور مش سنة ولا سنتين عشان تعملي معايا كده. من كتر زن حماتها عليها راحت معاها للمستشفى، والدكتورة كشفت عليها وقالت لها البنت كويسة ومفيش أي حاجة، اصبري عليها دي بقالها 5 شهور لسه مش سنين. طبعا زن من هنا وزن من هنا، ابتدت سلفتها كمان تزن على دماغها وتقول لها ايه الحمل ومش الحمل، بقولك ايه تعالي بوديكي المشرحة. توديني مشرحة؟ قالت لها اه هوديكي مشرحة عشان انتي مكبوسة من يوم الجواز. مثلا وانتي مثلا يوم الصباحيه دخلت عليكي واحده وكبستك والكلام ده كله اللي انتوا فاهمينه ده، فتعالي اوديكي المشرحه عشان الكبسه دي تتفك. قعدت تقول لها ازاي مشرحه ومش عارفه ايه. المهم فضلت تفكر وايه، وكانت متردده جدا ان هي تروح معاها المشرحه. المهم ان هي قالت لجوزها، وجوزها قال لها تعالي نروح نجرب مفيش حاجه، دينا مش خسرانين حاجه. المهم هي كانت رايحة مع سلفتها وكانت لابسة بنطلون أبيض طويل جدا للأرض. البنطلون كان طويل ودخلت المشرحة، وبعد كده بتقول أنا أول ما دخلت المشرحة كنت حاسة بخضة شديدة جدا جدا ورعب. أنا أول مرة أخش المكان ده. دخلت سلفتها بقلب جامد بتقولي، وداخلة بقلب جامد ومش خايفة خالص خالص. جوزي كمان بتقول كمان جوزي كمان دخل وما كانش خايف من اي حاجه خالص وداخل عادي جدا، انما انا كنت مرعوبه ومخضوضه وعماله بترعش. بتقول ان هي دخلت المكان اللي بيغسلوا فيه الميتين، بس ما كانش فيه ميتين ولا اي حاجه، هو بس المغسله او المغاسل دي محطوطه. بتقول دخلت علينا ست كبيره خضتني، اول ما شفتها اتخضيت منها. قالت لي هو انت عايزه تحملي؟ قالت لها اه. قالت لها طيب لفي حوالين المغسله. بتقول فضلت الف حوالين المغسله وفجاه ببص لقيتها ادتني بميه في وشي، قمت مصرخه واتخضيت جدا جدا. المهم راحت قالت لها على فكره والله ما فيش ميتين في التلاجة، انت عارفه لو كان في ميتين في التلاجة كنت فتحت لك التلاجة شفت ميت واتخضيتي. ردت عليها قالت لها لا طبعا انا لا عايزه اشوف ميتين ولا عايزه اشوف حاجه، انا عايزه اطلع من هنا. قالت لها اصبري شويه، ده في دلوقتي واحد عامل حادثه وجايبينه، استني هكشف لك وشه وشوفيه يمكن تتخضي. ردت قالت لها لا اشوف مين، انت بتتكلمي كده ليه يا ست انت؟ لا انا عايزه اروح من هنا. فضلت تقول انا عايزه اروح من هنا انا عايزه اروح من هنا، وكانت خضوضه وبترتعش. وجوزها معاها ولا خايف من حاجه، وسلفتها واقفه عادي ولا اكن في حاجه. بتقول في الوقت ده احنا خرجنا من المكان اللي كنا فيه ماشيين مروحين وداخلين بالولد اللي كان الله يرحمه يا رب عامل حادثه وعمال يصر دم من كل حته، لدرجه ان الدم في الارض كتير. البنطلون بتاعها طويل شرب من الدم بتاع الولد ده. بتقول انا روحت على البيت على طول مرعوبه ومش قادره انسى المنظر. كل ده عشان اخلف؟ يا جدعان مش عايزه اخلف، عايزين يخضوها. يقول لك ايه لازم تروح مشرحه عشان تتخض، تروح تراب مش عارفه لازم حد يخضها، مش عارفه خرافات وحاجات كتيرة طبعا بتحصل وكلكم عارفين الكلام ده. بتقول البنطلون بتاعها شرب من الدم بتاع الولد. روحت البيت بتقول كانت الوقت متأخر، هي تعبانة وعايزة تنام، فقلعت الهدوم بتاعتها او اللبس بتاعها وحطته على كرسي التسريحة، غيرت هدومها وطلعت على السرير عشان تنام. بتقول طول الليل البنطلون بتاعها عمال يتحرك، الرجل بتاعت البنطلون عماله تتحرك، وهي تبص للبنطلون ومخضوضه، تبص للبنطلون ومخضوضه. طب تعمل ايه؟ تصحي في جوزها ولا هو هنا. المهم راحت قالت يا ربي هو انا ناقصه، كفايه الشقه المسكونه اللي انا عايشه فيها. قامت خدت البنطلون بدمه، كان متبهدل دم من تحت، راحت جايه قعدت تغسل فيه تغسل فيه تغسل فيه تغسل فيه، وراحت جايه عصراه وراحت نشراه. وبتقول دخلت نمت وخلاص الموضوع انتهى. بس ما انتهاش على كده. بالنسبه هو انتهى بالنسبه للبنطلون اللي بيتحرك، ما انتهاش على كده بالنسبه ليها هي. هي كانت نايمه عماله بقى تحلم بكوابيس وكل شويه تتخض، لو هي واقفه وحد يكلمها تصرخ. قعد معاها الموضوع ده فتره طويله جدا جدا لحد ما الموضوع هدي من عندها، لان هي كانت كل ما حد يكلمها تتخض تنام تتخض تحلم بكوابيس. المنظر مش قادره تنساه، كل ما تعدي بالعربيه من قدام المشرحه
جسمها يترعش من المنظر اللي هي شافته. يقول لك ايه الحامل عشان تحمل بيودوها مشرحه، بيغسلوا بيحموها قلب لفه ميت، اللي هو لفه الميت اللي حموا بيها الميت، بيجيبوا لها معرفش طاسه التربه، بيودوها تزور مش عارفه ايه، تلف في المقابر ايه، وحد يخضها من الناحيه التانيه، حاجات كده وخرافات بتحصل. المهم بتقول ان هي قعدت فتره طويله لحد ما اتعافت من الموضوع ده. وبعد كده حصل ايه بقى، بتقول ان هي بعدها فتره طويله، يعني مش بعدها على طول، كانت في العيد، كانت في العيد وعملت شغل البيت كله وكل حاجه، بس كانت حاسه بتعب شويه. المهم راحت للدكتور تكشف، الدكتور قال لها ان انت حامل، بس هي ما كانتش تعرف هي حامل لما راحت يعني بسبب الموضوع اللي هي عملته ده، ولا هو ده حاجه بتاعت بايد ربنا عادي. الحمل طبعا كل حاجه بايد ربنا، بس هي مش معرفتش الموضوع، ما حصلش على طول، فهي مش معرفتش تربط بين الاثنين، هو ده بسبب ده ولا لا. المهم هي طبعا ما كانتش مقتنعه وقالت ان ده مش السبب، دي حاجه بتاعت ربنا، وربنا كان رايد لها ان هي تحمل في الوقت ده. وهي راحت تكشف عند الدكتور عادي جدا، ما تعرفش ان هي حامل اصلا، فلقت ان هي نفسها حامل. طبعا عايزه اقول لكم من الفيديو ده ما حد يجي يقول لك انت عروسه جديده، انت ما فيش حاجه جديده، انت ما حملتيش، ما فيش حاجه جايه في السكه. قول لهم ما حدش يتدخل في حياتي، دي حياتي وانا حره فيها، ما حدش يتدخل في حياتي، انا لسه عروسه جديده، انا عايزه اعيش حياتي الاول وبعد كده بفكر في موضوع الخلفه والاطفال. الدنيا لسه قدامنا كبيره والايام لسه جايه كتير عشان احمل. ما تخليش حد يتدخل في حياتك. يعني وما تنساقيش برضو ورا حد يقولك تعالى اوديكي معرفش ايه، ما تبقيش زي صاحبتنا الهبله دي اللي مشيت ورا سلفتها، واللي مشيت ورا حماتها، واللي كان كل ما حد يقول لها على حاجه تجربها والكلام الهبل ده كله، وهي كان لسه بقالها 5 شهور متجوزه. فانا عايزه اقول لك ما تسمعيش كلام حد، ما تنساقيش ورا حد، ما تمشيش ورا حد، امشي ورا نفسك، ورا دماغك انت بس، انت وجوزك اللي لكم القرار في كل حاجه. ما تسمعيش واحده تقولك تعالى اوديكي كذا، ولا استحمي بكذا، ولا اعملي بكذا. كل حاجه بايد ربنا. ربنا لو رايد لك ان انت تخلفي بسرعه هتخلفي، تقعدي سنه هتقعدي، تقعدي سنتين هتقعدي. ربنا اللي ممشي الكون يا جماعه، هو اللي بيبقى كاتب لنا كل حاجه، كل حاجه بتبقى مكتوبه. تمام. اتمنى باذن الله يكون الفيديو النهارده عجبتكم والحكايه بتاعتنا النهارده عجبتكم. لو حابين النوع ده من الفيديوهات عرفوني، وان شاء الله نتواصل مع بعض في فيديوهات تانية كتير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.